من مفرزتين. المفرزة الأولانية اللي هي الكتيبة 602 والمفرزة الثانية الكتيبة 603. قامت الكتيبة بتنفيذ المهمة وعبرت من جنوب البحيرات المورة برمائيا باستخدام المركبات المدرعة الطباز، وكان معاها سرية دبابات برمائية خفيفة. قامت بالعبور الساعة 2:05 تماما، وبدأت ان هي تتقدم شرقا بأقصى سرعة في اتجاه الممرات على محور الجدي، واصطدمت بقوات العدو المدرعة على بعد 25 كيلو من قناة السويس. في مساء يوم 8 أكتوبر 1973 اتخذت الكتيبة مهمة من قيادة الجيش الثالث الميداني بالإعداد للاستيلاء على نقطة كبريت الحصينة الموجودة في شرق البحيرات. تقع نقطة كبريت في الفاصل بين الجيش الثاني والجيش الثالث، وترجع أهمية نقطة كبريت أنها تتواجد في نقطة ضيقة على البحيرات المرة التي تسمح بإقامة جسر بري لنقل القوات من الغرب للشرق أو بالعكس. نقطة كبريت تعتبر من أقوى نقط محصنة على خط بارليف. وأثناء سير الاقتراب تعرضت قوات الشهيد إبراهيم عبد التواب لقصفات نيرانية من مدفعيات العدو وطيرانه. الشهيد إبراهيم عبد التواب أعطى تعليمات للكتيبة بالانتشار والتعامل مع الطيران. تم إسقاط طائرة للعدو، وبعد انتهاء الاشتباكات تم حصار النقطة القوية بواسطة الكتيبة. ثم أصدر القائد إبراهيم عبد التواب تعليماته للقوات باقتحام النقطة. تم الاستيلاء عليها وتم تطهيرها، وتم رفع العلم المصري فوق النقطة وسط فرحة الجنود. ومع فجر اليوم 18 من أكتوبر حاولت القوات الإسرائيلية. خلينا نرحب بضيوفنا الأبطال بالرتب العسكرية التي كانوا يحملونها وقت المعركة، معركة ملحمة كبريت. سيادة الملازم أول مدحت منير فهيم، قائد السرية الخامسة جانب يسار، أهلا بحضرتك منورنا. سيادة الملازم مصطفى حسين كامل، قائد فصيلة تأمين الجانب الأيمن للكتيبة 603، أهلا بحضرتك. بنرحب بسيادة الملازم حمدي العربي، قائد الفصيلة الثانية السرية الخامسة بالكتيبة، أهلا بحضرتك. خلينا نبدأ مع سيادة الملازم أول مدحت منير فهيم ونتكلم عن ملحمة كبريت. مدى أهمية هذه النقطة قبل أن تكون ملحمة؟ أنا قبل ما أتكلم على مدى أهمية نقطة كبريت بحب بكل الشكر والتقدير أتوجه بكل الشكر والتقدير للسيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ووزير الدفاع وقناة اسكندرية وقناة 5 اللي سمحت لنا ان احنا نتقدم بهذا الشكر للسادة كلهم. حضرتك كله شرفتونا يا فندم. الله يشرفك. أهمية نقطة كبريت كانت واضحة قوي انها كانت في الفاصل ما بين الجيش الثاني والثالث، وكانت ذو أهمية كبيرة جدا لقوات العدو، لأن هي كان بيحاول إنه يعمل معبر من هذه المنطقة يقدر يخش ويلتف ويطوق الجيش المصري من هذا المكان، لكن اصطدم بتصميم وعزيمة القوات البسيطة اللي كانت في كبريت التي ما خلتوش يحقق هذا الطلب. نتكلم مع سيادة الملازم مصطفى حسين كامل ونقول بداية دخول كبريت. سعادتك بالنسبة لدخول كبريت يوم 9 صارت الأوامر للشهيد إبراهيم عبد التواب باقتحام نقطة كبريت. تم التقدم حتى الوصول إلى نقطة كبريت مع وجود بعض من المعارك التصادمية. سريتي أنا كانت السرية السادسة، كانت سرية الاقتحام. كان في سرية مخصصة لنيران. أثناء الدخول تم فتح ثغرات وسط المهندسين اللي كانوا موجودين معانا، وكان في تعليمات من قائد السرية المرحوم شوقي الجاري بتشكيل دخول الثغرة بفصيلتي أنا الأول، ثم زميلي سعيد آدم، ثم زميلي إبراهيم العجمي، ثم قائد السرية. فوجئت أثناء الدخول
بتغيير تعليمات قائد السرية بجميع دبابات شوقي البعدي. هذا يدل تقدم القائد أمام الجنود. أثناء اقتحام الثغرة حصل عطل وتفجير لجنزير الدبابة اللي فيها قائد السرية. صدرت الأوامر بالاقتحام النقطة. مش عايز أقول لحضرتك وإحنا بنتقدم كان في تسابق بين الجنود، عايزين يوصلوا، عايزين يقابلوا الجندي اليهودي. تقدمنا والحمد لله قدرنا نقتحم النقطة، وذلك بعد تمهيدات نيران ومدفعية من قواتنا. أثناء الدخول كان في نقطة متحدة جنب يسار النقطة. العساكر طبعا مش عارفة دي متحدة ولا ايه، احنا طبعا ظباط عارفين. طلع ناس رافعين ايديهم بيقول لك يونايتد نيشن، طبعا العسكري مش عارف يونايتد نيشن ايه، ابتدى يمسكوهم يضربوهم، انت اللي قتلت ابويا، انت اللي قتلت خالي. شو الجندي المصري عايز للقتال، عايز يوصل. والحمد لله دلولنا جماعة الأمم المتحدة ساعدتنا، قالت ان الجماعة اليهود شافوا خافوا وجروا، ما قدروش يصمتوا، ما قدروش يقفوا. والحمد لله ابتدينا دخلنا نقطة، طهرناها، فتشنا تفتيش كامل، رفعنا العلم المصري على النقطة. بالرغم من يعني هو كان في إرادة وصمود، بالرغم من ان كان التسليح اكتر بتاع الجنود الاسرائيلي وكان عددهم اكبر. تمام. سعادتك كان في النقطة عبارة عن سرية مشاة وسرية دبابات وسرية هاون وسرية مقذوفات. الجندي اليهودي من كثافة النيران اللي كانت موجودة على النقطة، من تمهيدات المدفعية اللي تمت عن طريق الجيش الثالث والطيران بتاعنا وتقدمنا، حصل لهم نوع من الذهول، هلع، جروا، ما قدروش يستحملوا، ابتدوا يهربوا. يعني الافراد بتاع UN بيقولوا لنا ده من 3 دقايق كانوا موجودين ولسه ماشيين ومحتلين النقط اللي حواليكم دي. دخلنا النقطة حاجتهم كلها موجودة. يعني كان في واحد بيحلق دانه، واحد كان بياكل، كل حاجة وجرب كله. دخلنا فتشنا لقينا مزغل. مزغل ده عبارة عن ايه حضرتك؟ عبارة عن فتحة محطوط عليها سلاح. السلاح ده معمر، كان في اتجاه القوات اللي كانت متقدمة، كان في اتجاهنا احنا واحنا جايين. ده لو فرد شجاع موجود على السلاح ده واستخدمه، كان زمان الناس اللي جايه دي انتهت. لكن ده جرى، وده الجندي الاسرائيلي. تمام. سيادة الملازم حمدي العربي، بعد ما دخلت نقطة كبريت، امتى بدأ الحصار وامتى انتهى؟ امتى بدأ الحصار؟ هعلي صوتي شوية انا. امتى بدأ الحصار وامتى انتهى بعد دخولكم لنقطة كبريت؟ بدأ الحصار اعتبارا من يوم 21 لما كان في اتفاقية وقف اطلاق النار. بدأ 21 الحصار حوالين النقطة، وكنا احنا بنعمل دوريات سيارة نوصل بيها للجيش الثالث، سواء نقل الجرحى واحنا راجعين نجيب معانا مية ونجيب تعيينات، لغاية ما عرفوا الطريق ده وسدوه علينا. وبدأنا بعد كده نعمل رحلة الموت باللانشات تجيب التعيينات للكتيبة 603. اقتحام نقطة كده لم يكن مخططا من قبل، ولكن هي ظروف الحرب هي اللي خلت القائد أن يقتحم نقطة كبريت. أولا احنا كان الهدف الرئيسي للكتيبة هي الدخول لممر متلة، وطبيعة تضاريس سيناء ان لها محاور ما ينفعش حد يعدي من الغرب للشرق او من الشرق للغرب الا من المحاور دي. فمنهم محور محور الساحل الشمالي، ممر متلة، ممر الجدي، محور الجنوبي. فاحنا كان مهمتنا ان احنا نحتل ممر متلة عشان نمنع امداد،
وفي نفس الوقت 602 اللي هي الكتيبة الثانية اللي معانا هتحتل ممر الجدي. وفي نفس الوقت برضو كان عندنا مهمة ان احنا نلتحم بقوات الصاعقة اللي موجودة بتعمل خلف الخطوط عشان نأمن معاها ونعمل مفرزة متقدمة في مواجهة الجيش الثالث للدخول في معركة تصادمية مع الاحتياطي القوي اللي موجود في مواجهة الجيش الثالث، عشان معركة تصادمية طويلة المدى. يعني هي كده عشان ندي فرصة للجيش الثالث بعبور بأقل نسبة خسائر، والحمد لله ده اتحقق. ودخلنا في معركة تصادمية كبيرة مع اللواء تمادى، لواء مدرع إسرائيلي، وطبعا في فرق كبير بين تسليحنا وبين تسليحه، وهو حكم الأرض كان في العالي واحنا كنا في الوادي، فكان طبعا في خسائر كتير. عملنا إعادة تجميع وبدأنا برضه قيادة الجيش الثالث حاسس ان احنا ما زلنا لسه متمسكين والخسائر عندنا مش كتير، معقولة بالنسبة لعبور منع مائي. طيب بدأوا يستغلوا الكتيبة في مرحلة تانية. معظم النقط القوية على القناة سقطت عدا النقطة دي، والنقطة دي لها استراتيجية عالية زي ما قال مدحت بيه انها اقرب نقطة بين الشرق والغرب في المنطقة بتاعت الثغرة. ما كانش لسه في ثغرة وقتها، لكن كانت هذه النقطة اللي لسه ما سقطتش. فبدأوا يدي تعليمات لابراهيم عبد التواب الله يرحمه بالهجوم على نقطة كبريت، وربنا سبحانه وتعالى وفقنا الحمد لله. بعد بداية الحصار هل كنتوا تتخيلوا في الأيام الأولى إن الحصار ممكن إنه يمتد ل 134 يوم؟ لا، ما كناش متوقعين. لكن اللي حصل إن هم لما قفلوا علينا السكة وحصرونا من الجنبين، من الأمام ومن الجنب اليسار والجنب اليمين، الجنود انسحروا والضباط انسحروا في كيان واحد، وبقوا كلهم شغلوا بحاجة لا تراجع ولا استسلام. مفيش حد كان الغريب اللي كان يتلاحظ ان ما كانش حد في نيته ولا في فكره ولا تناقش فيها انه يرجع او ينسحب او يسلم. ده كان غير وارد. كانت الحاجة الواحدة الواردة ان هو لا تراجع ولا استسلام عن هذا النقطة. لدرجة جات لنا اثناء هذه الاشتباكات المستمرة مع القوات الإسرائيلية من قائد الجيش الثالث لما حصل ضغط علينا شوية قال ان ده حاولوا تنضموا للجيش الثالث. رفضنا. الشهيد عبد التواب رفض الانضمام، وكلنا أيدنا عدم الانسحاب أو ترك النقطة. هذه النقطة كانت نقطة ذو أهمية قصوى للجيش عشان يحاول أن يلتف على إحدى الجيوش، لا إما الجيش الثاني عن طريق الدفرسوار، لا إما من كبريت على الجيش الثالث. فكان في تصميم لا تراجع عن هذه النقطة نهائيا. بعد أيام من بدء الحصار بدأ كيلو 101، وفي بداية هذه المفاوضات ادعت إسرائيل للعالم أن هذه نقطة لم يدخلها أو لم يقتحمها الجنود المصريين في حالة من إنكار من جانبها. عايزين نتكلم عن مفاوضات كيلو 101. ساعتك احنا طبعا كنا في النقطة، ما كناش نعرف ولا في مفاوضات ولا في أي حاجة. بس المفاوضات كان الله يرحمه السادات كان يحب يحافظ على أولاده. نتيجة الضرب الشديد اللي كان موجود على النقطة ونتيجة الحصار اللي كان موجود على النقطة، تمت مباحثات الكيلو 101 لفض حصار هذا النقطة محاصر. واحنا كان حصارنا حاجة تانية خالص. كان بيوصل تعيينات للجيش الثالث، احنا كنا ما فيش تعيينات لنا، ما كانش فيه ميه لنا. فكان السادات بيسعى عن طريق الجمصي، المشير الجمصي، لفض حصار هذه النقطة وتسليمها. طبعا الشهيد ابراهيم عبد التواب زي ما قال الزميل مدحت رفض الاستلام، رفض تسليم هذه النقطة ورفض خروجها، وكلنا كنا يد واحدة واستمرينا في القتال
ومحاربة الطبيعة. كنا بنحارب الطبيعة، يعني كنا بنقاتل وبنحارب الطبيعة. بنحارب الطبيعة ازاي تتعايش، ازاي تاكل، ازاي تشرب، ومفيش امداد. عايزين نتكلم بقى عن تفاصيل هذه الحياة اليومية. تمام. بدون اكل، بدون شراب، بدون اي امدادات. سعادتك بالنسبة في اول الحصار كان حياتنا مرفهين شوية اول ما دخلنا النقطة. بمعنى دخلنا على تعيينات اليهود، علب التعيين بتاعهم حاجات رفاهية، تفاح، ما اعرفش ايه. طبعا قعدنا فترة كهانة. حصل بقى ضرب شديد من الطيران اليهودي، عبارة عن طيران مستمر، طيارة فوق وطيارة تحت. اتدمر جميع المخازن دي، وابتدى يجي لنا التعيين بسيط. سيد ابراهيم عبد التواب على التعيينات، اللي هو كان بيوزع علبة تعيين عبارة عن علبة فول وعلبة خضار وعلبة رز وباكوين شاي، دي اسمها وجبة قتال لفرد في يوم. كان بيوزعها لأربع أفراد في 48 ساعة. ده نقول الحياة يعني مش حصار، ما كناش في الحصار، يعني كنا بناكل. يعني تخيل حضرتك علبة فول 4 تنفار بياكلوها في يومين، ازاي؟ مفيش. كنا يعني بس حاجة كانت بتساعدنا على الأكل. وطبعا كنا المية كان لسه في خط مية اتفرقع قدامنا، فكنا بنشرب، ما كانش فيها مشاكل مية. دخلنا بعد كده في فترة حصار شديدة، كنا بنطلع دوريات للجيش الثالث. لما بدأ بقى أهمية نقطة كبريت ابتدى بقى الحصار. ابتدى الحصار القاسي. كنا حضرتك بنطلع دوريات للجيش الثالث، واحنا رايحين شايلين المصابين نتيجة ضرب الطيران، الطيران الشديد اللي كنا بنضرب بيه مدفعية. بنخلي المصابين، والدورية المترجلة وهي راجعة جايبة معاها بعض من المؤن اللي هي التعيينات البسيطة دي. اتكشفت الدورية دي، قعدنا فترة بقى بدون تعيينات. ابتدينا بقى نعامل الطبيعة. كنا في الأول بيجي لنا تعيين طازة، كنا بنرميه عشان بناكل أكل اليهود. ابتدينا نحفر في الأرض، نطلع الأكل اللي كنا بنرميه، كاللوبيا وحاجات زي كده، نعملها في حلة، تطلع لنا مية، نشرب مية، نشرب شوربة، نشبع بطننا تتملى، نقول احنا كده أكلنا، دي وجبة يوم. وهكذا. بالنسبة للمية دخلنا في مشاكل كبيرة. المية دي وصلنا لمراحل تقدير المية. ممكن الأخ مدحت يحكي لنا تقدير ازاي اكتشفت تقدير المية دي بقى. هو قبل ما يعلق على بس كلام الزميل مصطفى، احنا دخلنا كنا دايما بنسبقهم بعدة خطوات. هم كانوا بيتخذوا مواقف على بناء على خطواتنا، فوجئوا ان احنا سابقينهم بنقطة او اتنين. يعني في مشكلة الامداد الاجباري اللي كنا بنروح بالدوريات، هم اكتشفوا ان احنا عملنا مدق على الساحل نجيب بيه امداد، قفلوه. في موضوع المية ده عبارة عن القطع المدمرة من القطع اليهودية ومن اللي عندنا العربيات اللي لغاية ما بتشتغلش. كان في الله يرحمه ضابط برضو عندي في السرية اسمه صبري هيكل، أنا أشيد بيه وأتمنى أن تكون أسرته موجودة وتسمع هذا التكريم، لأنه فعلا ده ضابط لازم يكرم يعني. ولحظة كده كان هو عنده شوية حاجات كده أمزجة معينة، جاب تانك مية ريداتير عربية، عمل له توصيلات من وصلات البنزين اللي في العربية، كان أول تجربة، وأخد مية من البحر، رحنا جبنا فلانكة سكة حديد، كانت السكة الحديد قدامنا، وابتدى يسخن تحتها وبقى يستقبلها في الزمزمية. نجح وقدر يوفر زمزمية مية في خلال ساعة. فرح جدا. ابتدينا نعمم الفكرة، ابتدت كل مجموعة عساكر اللي حتى الرادياتير اللي خلصوا بقى ياخدوا طفايات الحريق
الفكرة قايمة على ماسورة تستقبل وماسورة بتطلع وتستقبلي البخار وتكثفيه بتبريد في جهاز ثاني كان ده المية بتاعتنا. وكان يعني الحمد لله ربنا أكرمنا إن احنا قدرنا نوفر مية. الأكل زي ما قالوا مصطفى كان فيه صعوبة شديدة جدا لدرجة أنا عديت الحبات الفول اللي في علبة الفول فقسميها على 4 في اليوم. تخيلي حجم اللي بياكلوا الجندي قد إيه. وده اللي كنا بس بناكله يعني. وفي هذه الأيام الشديدة من الحصار كانت بتعرض عليكم إغراءات من الجانب الإسرائيلي. إغراءات من الجانب الإسرائيلي. إغراءات كانت تعرض إغراءات من الجانب الإسرائيلي بعروض من الطعام وعروض من الشرب من الجانب الإسرائيلي، ومع ذلك كان هناك رفض من جانبكم. ما كانش فيه بينا، ده كان كله هجوم وكله ضرب نار، مفيش إغراءات. احنا كنا بنعمل دوريات، حديث اللي هو بنعمل دوريات وكماين للدوريات بتاعتهم. كنا بنستولي على تعيينهم، نستولي على المهمات، خصوصا ان احنا عبرنا كان في شهر 10 كان صيف، لكن لما قعدنا ال 12 والواحد بقى شتاء، فبقينا محتاجين شتوي. فكنا بنعمل إغارات وكماين للدوريات بتاعتهم وبنستولي على الحاجات اللي معاهم، كانت بتمدنا برضو. لا هو كان لما أخرى حمدي هو كان في أحيانا عن طريق اليو ان أثناء المحادثات في الكيلو 101 عن طريق اليو ان يجوا من بعيد بيرفعين علم اليو ان. احنا كنا كقائد، انا كقائد كنت عارف ده اليو ان وكل الضباط كانوا عارفين يو ان. فكنا يعني بنخليهم يستنوا وننتظر نضرب طلقات تحذيريه، يتكلم يقول انا عايز ديكوا تعيين كان بيقولوا لا كان بيترفض. كان مرفوض. ما شوفي انا عايز اقول حاجه، ما حدش حط رجله في هذا الموقع إلا قاد الجيش الثالث يوم 18 فبراير لإخلاء النقطة. غير كده ما حدش قدر يحط رجله في النقطة. من ضمن الحاجات اللي اتعملت برضو أيام الحصار هو إدخال بعض التعديلات على الأسلحة. تمام. سعادتك احنا لما دخلنا النقطة كان معانا خط نيران، طبعا ما كانش فيه إمداد موجود لنا. حصل اللي هو انتهى، طبعا مش هنقف. استولينا على الأسلحة بتاعتهم اللي موجودة في النقطة مع الذخائر المتوفرة في المخازن اللي هي موجودة في النقطة بيهم. يعني الرشاشات استخدمناهم وضربناهم بيهم. أخذنا بعض من قطع الغيار اللي موجودة عندهم وعدلنا في الأسلحة بتاعتنا بحيث تتماشى مع الذخيرة المتوفرة ونقدر نستخدمها عشان نضرب بيها. طبعا ده أثناء الضرب واحنا بنتضرب، يعني مش قاعدين ورحنا الورشة، لا ده كان معانا مهندس موجود هو اللي ياخد الجزء ده يركبه على السلاح ده، يجيب الذخيرة يعمرها يستخدم يشتغل، بحيث كنا بنقاتل قتال مستمر مفيش تهاون. هم يضربوا واحنا نضرب، بحيث هم شعروا من النقطة دي انتهت من كتر الضرب اللي حصل لنا. يعني ضرب علينا بطريقة مش معقولة، يقعدوا يضربوا علينا من أول النهار لآخر النهار، وآخر النهار يبتدوا يهجموا علينا. مش عايز أقول لحضرتك الهجوم بتاعهم عبارة عن نص بوصة شغال. يفاجئهم في توقيت معين بتوجيهات من القائد إبراهيم عبد التواب بطلقة إشارة جميع أسلحة الكتيبة بتضرب. أنا بقول لحضرتك الحتة دي. تفاجئ حضرتك بكثافة نيران طالعة من الموقع في اتجاه القوات المتقدمة. هم يشوفوا المنظر ده ياخدوا بعضهم جري. وده الجندي اليهودي ما يستحملش، جبان، ما يقدرش يستمر في معركة بيننا وبينهم. ده اسلوب حياتنا اليومية. لدرجة يوم من الايام مع الاخ كانت يوم 22 تقريبا، كان يوم 22 حبوا يهجموا هجمة شديدة. قبلها بيوم طلعت انا وملازم كان عندي اسمه أسامة 22 23
اسمه أسامة عبد الله. أسامة عبد الله. قلت له أسامة ده حقل ألغام، هو النقطة كمان كان قدام حقل ألغام، فتلاحظ إنهم حاطين علامات مثلثة. فقلت له أسامة الحقول دي كلها هم عاملين بيها خريطة، وممكن في أي وقت يخشوا من خلالها، عارفين الثغرات اللي يخشوا منها. فاستنيت آخر دور وخدت أسامة وخدت ضابط معي اسمه حسين مسيدي وشوية عساكر، وطلعنا تقريبا كمية كبيرة من الألغام ورميناها، نطرناها على الطريق قبلها بيوم. جم ليلة يوم 22 مصممين بقوة يعني مدرعة كبيرة جدا انهم يخشوا ياخدوا النقطة. فوق هما داخلين ماشيين على الطريق الاسفلت، وجايين داخلين عندهم ثقة تماما ان الطيران بيضرب ومدفعيات خلصوا علينا، دول خلصوا علينا خلاص، هياخدوا النقطة، دول خلصوا علينا انتهى. لقوا ان كمية المجنزرات بتاعتهم اللي اتدمرت يعني ما كانوش متوقعين، اتخضوا وقعوا كل الالغام اللي احنا فوقفوا 9. تمام. تقدر حضرتك تكلمنا عن النقطة دي بعثرة الألغام بشكل عشوائي؟ تقدر حضرتك تكلمنا عن النقطة دي وهي بعثرة الألغام بشكل عشوائي؟ الألغام لها طرق في الرص، تتحط بطريقة معينة، كن بين اللغم واللغم 4 متر، وتنزل 2 متر لتحت وتحط بين اللغمين لغم، وهكذا تعمل حقل الألغام، وبتعمل له كروكي عشان تبقى عارف لو عايز تفتح ثغرة فيه تفتح الثغرة فين، وتشيل كم لغم تبقى معروف. في الطريقة اللي هي زي اللي احنا كنا فيها معرضين لهجوم في اي وقت وتحت ضغط النيران، فمدحت بيه عمل طريقة البعثرة ملهاش خريطة، ما فيش حد يقدر يعرف. عشان تيجي تفتح ثغرة في الألغام دي عايز تاخد وقت كبير وعايز حد يحميك. احنا حقل الألغام اساسا ما فيش منه ضرر قوي لو لم يكن هناك حماية بالنيران. الألغام هتعطلك وتديني فرصة ان انا اضربك. فهد البعثرة انه مش عارف يخش وهيقف قدامي وهتبقى فرصتي ان انا اضربه. وفي اليوم اللي بيقول عليه مدحت بيه ده احنا عملنا 9 دبابات، أصبنا منهم 9 دبابات، 13 مجزرة، 9 دبابات وعربيتين نص جنزير، وعربية M13 اللي هي العربية الكبيرة الصغيرة دي بتجري قوي. ساعتك اتذكر انا الليلة دي بالذات، يعني انا دي مش عايز انساها. كان مصطفى دفع حصل هجوم، ثواني ما تحطش، حصل هجوم في اتجاه السرية بتاعت مدحت، ووصلوا لحد مسافة 50 متر. يعني 50 متر يعني دخل النقطة خلاص. وقعوا في حقل ألغام اللي هو مدحت عملها. طبعا اخدت اوامر انا من قائد الكتيبة لدعم السرية اللي هي سرية مدحت، نتيجة الخسائر اللي حصل لها نتيجة الضرب والدخول عليها. انا في هذه المشهد ده مش عايز ينزل من دماغي. شفت النقيب مدحت واقف على مدفع، هو بنفسه، هو كان قائد سرية، لا ده ساب العسكري، والعسكري خلاه يسيبه وهو اللي مسك المدفع. وكان في الضابط أسامة عبد الله فتحوا السناكي، خلاص قتال متلاحم، يعني 50 متر بقول لحضرتك 50 متر يعني دخلوا الموقع خلاص، وفرضوا السناكي وهيخشوا في قتال متلاحم. طبعا منظر غريب، الدبابة واقفة، قعدت معاهم الليلة دي دايرة، الموتور بتاعها داير، تخيلي حضرتك قاعدة سامعة موتور دبابة داير، تبص بجهاز رؤية ليلي، دي خلاص طلع عليها النهار لقيتها 50 متر، يعني 50 متر يعني دخل الموقع. طبعا دي شافوا هم الدبابة اللي اتضربت في اللجم مش نزلوا زينا واقتحمنا مترجل واستمر في تنفيذ المهمة، لا الدبابة بتاعتهم الجنزير بتاعهم وقف، اخدوا بعضهم وجروا. واخد بال حضرتك؟ ده الفرق بين العسكري او الجندي اليهودي والجندي المصري. ليك اضافه يا فندم؟ بقول حتى سايبين الدبابه دايره، يعني ما فكرش يبطل الدبابه، يوقفها، ما فكرش ان هو يوقفها من الهلع اللي هو فيه. هو عن طبيعتهم الجندي الاسرائيلي
المبدأ اللي بيحارب من أجله، بعكسنا احنا بنحارب بمبدأ عايزين نستعيد أرضنا. في فرق كبير بيننا وبينهم. في حاجة بقى حضرتك تفاوض ملحوظة، ده كانت من النقط ان كانوا بيتفاوضوا على اسحاب المجنزرات دي. ايوه دي النقطة دي. رفضنا تماما، قلنا لهم شوفوا احنا قدامهم دول لازم 13 قطعة مجنزرة مرصوصة كده قول تفضل لحد ما نسيب النقطة ونسلمها. وسائل الاعلام جت حضرتك صورت ده بعد ايه فض الاشتباك وحصل خلاص انتهت المعركة، جت تحاول تصور الموقع. حضرتك اليهود يعملوا ايه في الدبابة بتاعتهم اللي على مسافة 50 متر دي؟ ما هو وسائل يجوا يصوروا من الدبابة على 50 متر من موقع وما دخلتش، ده فضيحة للجيش الاسرائيلي. حضرتك بعض من الدبابات مش قادرين يسحبوها، ما عندهمش وقت للسحب، جابوا لودر وبلدوزر ردموها، عملوها تاني على اساس ما تبانش فشلهم في اقتحام النقطة. تخيلي حضرتك دبابة رمى عليها رملة عملها تبة كأنها جبل عشان ما تبانش دي دبابة. بيغطوا على فشلهم. يغطوا على فشلهم عشان وسائل الإعلام ما تصورش وتشوف البهدلة اللي هم كانوا فيها. مع قرب انتهاء أيام الحصار كنتوا على علم بموعد فك الحصار ولا لا؟ لا ما حدش عنده علم خالص. لا ما كانش فيه. ما حدش عنده علم خالص. ما كانش، احنا كنا بنحارب، ده حرب شغالة يوميا. الجيش فض الاشتباك بينه وبينه 22 اكتوبر 73. احنا اخر طلقة اتضربت عندنا يوم 14/1/74. وفاة الشهيد ابراهيم عبد التواب. تركنا الموقع يوم 18/2/74. انتوا تقريبا كانت الكتيبة في حدود 600 جندي، استشهد كام وقت الحصار؟ 50%. 50%. يعني في حوالي 300 جندي تم استشهاده وقت ساعتك في بعض من المناظر برضو اللي لا تنسى. يعني ده ذكريات 42 سنة من كان بعد كل ضرب كان في مساعد الله يرحمه عبد العزيز، مساعد السريع بتاعه، مساعد السريع اسمه عبد العزيز. ده كان قائد او سمى نفسه قائد الدفنة. بعد كل ضرب طيران ومدفعية ياخد مجموعة عبارة عن رجال شداد البنيان ومعهم جواريك ويقعد يلف في الموقع يلم الشهداء ويدفنها، ويجي عند ابراهيم عبد التواب ومعاه يحط له على الترابيزه كميه ساعات، كميه علامات اسم كل دول الشهداء. طبعا المناظر دي الواحد ما بينساهاش. طبعا عبد العزيز استمر معانا ونجد واتفض معانا وطلع معانا من الحصار الحمد لله، بس استشهد في منطقه ثانيه. اخذنا اتنقل بقى، دخلنا في اتجاه ثاني واستشهد في معركه ثانيه خالص، كان في مساعد يعني. بعد فك الحصار ذهبتوا الى معسكر لمدة اسبوع لاعادة التأهيل، وبعد كده جيتوا اسكندرية من خلال القطر. واستقبلتكم اهالي مدينة اسكندرية استقبال حافل. عايزين نتكلم عن مناظر ومظاهر هذا الاستقبال. حضرتك انا متذكر الاحتفال ده بالظبط. الاول ابتدى قطر مزين بالورود يطلع من السويس مفتوح له السكه لحد اسكندريه، ما وقفش ولا في اي محطه. وبعدين نزل في بعض الظباط، كنت انا في المقدمه، مش بقول انا لان في اقدم مني تغيبوا برضه في ظروف لانهم كانوا في مصابين وكانوا بيتحملوا نفسهم، فكان اهم حاجه انهم بيروحوا يكملوا علاجهم. فانا كنت يعني قائد الطابور، نزلت الاول ثم الله يرحمه الخولي. وبالمناسبه انا عايز يعني مش احنا بس الابطال اكتوبر، في ناس غيرنا كتير جدا. ابطال كبريت مش ابطال كبريت كانوا معانا واستشهدوا، وبواسل وصمدوا يمكن اكتر مننا كمان. وبعد كده دخلنا طفنا بعربيات مخصصة مزينة، أخدونا من محطة مصر، نزلوا شارع صفية وسعد زغلول ورجعوا بينا على محطة مصر الثاني. كان فيه استقبال كبير من الأهلي طبعا، لأن اللواء ده يعني نقول 75 من تشكيله اسكندرانية،
والباقي برضه من الأقاليم. فكانت الأهالي على أمل إنها تشوف أولادها معانا، وكان ده موقف محرج جدا بالنسبة لي، لأن احنا كنا بنتهرب كل واحد إن احنا نقول مين اللي استشهد ومين اللي ما استشهدش. وكان المحافظ موجود، وكان في واحد من ممثل وزارة الخارجية وزارة الدفاع، وواحد من ممثل رئيس الجمهورية، بس أنا مش ذاكر أسماء. طبعا انا شرفت جدا بوجود حضراتكم. احنا خصصنا الحلقة دي لهذا الموضوع بالتحديد علشان نقول الدروس المستفادة. الدروس المستفادة في مثل هذه الأوقات العصيبة اللي بتصنع ملاحم وبتصنع أبطال وبطولات. اتفضل حضرتك. سعادتك، البلد حاليا في فترة حصار، سياحة، اقتصاد، جنب الغربي ليبيا اللي فيها ليبيا وغزة والسودان، البلد في حصار. اقدر اقول الدروس المستفادة، احنا ناس اتحاصرنا في المعركة 134 يوم بدون اكل، بدون مية، في قتال مستمر لهدف معين، التمسك بالارض. احب اوجه رسالة للشباب وللشعب المصري: اصبر، اصبر مع رئيس الجمهورية، ما تتسرعش، الخير جاي، ما تتسرعش في مطالبك، استمر، اجري ورا الرئيس بيسعى للتنمية، مع وجود جيش مصري بيحارب وبيدافع وشرطة مصرية بتدافع عن البلد. لازم نتماسك، لازم نبقى يد واحدة. بنتهاجم من دول كبيرة عايزين ينفذوا مهام، وطبعا لا يمكن هينفذوها، تقسيم بلد وبتاع زي ما حصل في سوريا. لا، طالما عندنا جيش قوي وكلنا كشعب متماسكين مع بعض يد واحدة، عمر ما هيحصل تنفيذ الشرق الأوسط الجديد اللي هم بيقولوا عليه ده. وربنا يقدرنا ونقدر نشوف مصر بخير يا رب يا رب. الصمود للكتيبة 603 كان مبني على الإيمان، وكان بيتزعم الموضوع كله الله يرحمه ابراهيم عبد التواب، ولكن الإيمان جوانا كلنا الحمد لله. فبرضه بنناشد الشعب المصري يتمسك بالإيمان ويتمسك بالأمل. مفيش إنسان يعيش من غير أمل. في أمل كبير، وإحنا ماشيين بخطى واسعة وجميلة وناجحة جدا. أولهم قناة السويس الجديدة، عاملة شغل عالي جدا، وبتطلع في التلفزيون كل يوم عدد السفن اللي عدت وكام مليون دفعهم. أرقام أكيد دي هتعمل دفعة للدولة، لكن لابد من الصمود. لسه كمان لما نعمل تصنيع لمحور القناة هيبقى في شكل تاني، بس لابد من الصبر. ما ينفعش الناس عايزة عصا سحرية نعمل كده، مش هتيجي. الصبر مع العمل يا فندم. لازم الصبر مع العمل. لازم الانتاجية. لازم الجنيه المصري والدولار، ما ينفعش الجنيه 6 8، ما ينفعش. لازم الوضع يختلف عن كده. أنا بوجه رسالة من هذا المكان لشباب مصر، إن لا يمكن مصر هتتقدم بدونهم، ومش هتتقدم بالقعدة على القهاوي وانتظار العمل اللي يجي لهم. إذا ما كانش هيقوم ويتعلم من الجنود اللي ماتوا في كبريت، ومعنى إيه اللي هو التحدي، ومعنى إيه إن هو يحط له الهدف ويحققه، عمره ما هيتقدم. ويبقى سايب رئيس الدولة وسايب في وادي، والشعب والشباب اللي هو المفروض ذخيرة البلد ده في وادي تاني. لازم هذا الشعب يفوق ويصحى ويفهم انه هو معرض لمؤامرة. في مؤامرة، انا مش فاهم الشعب ده، مش قادر يفهم ان في مؤامرة يعني حواليه، مش قادر يفهم ايه هو المطلوب منه. يعني انا مش فاهم يعني يفهموا ازاي. الراجل قبل كده كذا مرة وجه بيقول لهم انا منكم، حطوا ايدكم في ايدي. هم سايبينه في وادي وهم قاعدين على الشيشة
ومش قادرين يتحدوا حاجة. ما نقدرش نعمم يا فندم بعض الشباب. طب قبل الختام عايزين نسترجع مشهد استشهاد المقدم إبراهيم عبد التواب والوصية الخاصة به، لأن ده مشهد خلى الوزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر يتمنى أن يقابل هذا الشهيد. الشهيد عبد التواب يوم بالضبط 14 يناير سنة 1974 حصل اشتباك كبير جدا صباح هذا اليوم، وكان هو مقدام وسبق للكل. انا مش محتاج منه عشان اتملقه، لكن دي حقيقة شخصيته كده، هو دي شخصيته. فتقدم مع فصيلة الهون عشان صحح لها ضرب الهون ومع المدفعية. ده مش وظيفته ان هو يقف في هذا المكان يصحح ويقول يمين او شمال، دي مش وظيفته، لكن بحب اندفاعه وتضحيته وقف. جات له شظية مدفع من العدو، جات في لمست ظهره، اكلت ظهره من ورا ومن قدام، وبعديها حصل صمت ما فيش ولا طلقة طلعت مننا ولا منهم. واستشهد إبراهيم عبد التواب في هذا اليوم. كان عنده شنطة زي السمسونية بتاعت زمان البني الجلد دي، كان كاتب وصية إن فيها علم هيطلع لو استشهد يكفن فيها، يلفف في العلم، يدفن في أرض الموقع وبدون ما أن يعمل له شاهد. وتمت هذه الوصية. بالإضافة العالم دوت ليه قصة. أحد الزملاء إبراهيم العجمي كان راجع من دورية، فدخل الملجأ، وطبعا ما كناش نقدر نخش الملجأ ده من شهادة إبراهيم العجمي. لقى علم جمهورية موجود، فطلب منه، قال له بعد إذنك عايزين نغير العلم اللي موجود في النقطة عشان ده داب. قال له انت مالي يقول لنا يا ولد، ما يقولش بالرد يا ولد يا ولد. لا سيبه، انا عايزه كده. طب ليه؟ فوجئنا مع وصيته ان العلم اللي هو كان محتفظ به ده عشان يتكفن بيه بعلم الجمهورية، وفعلا اتكفن بيه. وكان في وصيته السبحة اللي هو كان بيسبح بيها، والمصحف اللي هو كان بيقيم الصلاة بينا كلها ويقعد يقرا لنا المصحف وهو الخطيب بتاعنا، سلموه لبنت منى. دول تعبوني في الصلاة. تعبوني في الصلاة. احنا كنا نصلي ومدحت بيدافع عننا. ومن ضمن ايضا المذكرات والاحاديث الصحفيه ان سياده المقدم ابراهيم عبد التواب الشهيد كان مخصص اماكن ليكوا للصلاه، صح؟ هو كان يصلي صلاه الجمعه ويكلف مدحت بالدفاع عننا واحنا بنصلي. يناديني يقول لي مدحت انا رايح اصلي، اقول له يعني كالعاده حاضر روح صلي. هو اللي كان بيدافع عننا بقى، بيمسك الموقع بافراده واحنا هو كلهم يصلوا، انا كنت بأمن الموقع بالكم اثناء الصلاه. وبرضه يوم الحد بقى برضه في الصلاه بتاعته كنا احنا برضه بنديله فرصه عشان هو يصلي. لا ما تدوش فرصه بس نصلي في الصلاه. انا بشكركم شكرا جزيلا. بنتوجه بالشكر الجزيل لسياده الملازم اول مدحت منير فاينسه جانب يسار. بنتوجه ايضا بالشكر الجزيل لسياده الملازم مصطفى حسين كامل قائد فصيله تامين الجانب الايمن للكتيبه 603. بنتوجه ايضا بالشكر الجزيل لسياده الملازم حمدي العربي قائد الفصيله الثانيه بالسريه الخامسه بالكتيبه 603. بشكركم شكرا جزيلا، نورتونا وشرفتونا وتشرفنا بلقائكم. بناتي الى ختام هذه الحلقه من الاسكندريه مباشر لاسره يوم الجمعه، على وعد ان نلتقي باذن الله يوم الجمعه القادمه. الى ان نلتقي لكم منا الف تحيه.